حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده عندي كاتب كتاب وبجهز بسرعه لان انا نور قاطع ومعتمد على ضوء الشمس، ولو نور الشمس راح انا مش هعرف اعمل حاجه. طب ايه الجديد في الفيديو ده النهارده؟ مش الجديد ان انا رايحه كاتب كتاب وهجهز معاكم ونحط ميك اب مع بعض وبتاع، لا، الجديد ان انا الاوتفيت اللي انا هلبسه النهارده من الوكاله. دي جراءه مني ولكن بصراحه انا حبيت الاوتفيت بتاع النهارده وعايزاكم انتوا كمان تقولوا لي رايكم فيه. يلا بينا نجهز مع بعض. بس قبل ما نجهز ما تنسوش، وقبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل رمز الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بقدمه. احبكم قد الدنيا بحالها، ويلا بينا نبدا. اول حاجه هنعملها ان انا هرطب وشي بكريم شان اللي هي التركيبه الجديده دي. الكريم ده مش بيأثر معايا خالص، بس باخد منه كميه صغيره لان احنا في صيف ويعني محتاجين ترطيب ولكن مش زي الشتاء. قبل ما انسى، العدسه اللي انا لابساها دي من بيلا، درجه بولش جراي، يا رب اكون بنطقها صح. خفيفه قوي على العين، ممتازه يا بنات. هرطب بشرتي وارجع. بعد ما رطبت بشرتي هحط الكريم ده من مايت سينما. هو الحقيقه مش افضل حاجه، ولكن ده اللي موجود عندي لان انا ابني مش بيخلي حاجه، فده اللي موجود عندي، دي حقيقه. هو بيبي كريم مش فاونديشن على فكره، ولكن مش هيقول لا. انا مش بقف على حاجه، يعني هحط كده زي ما انتم شايفين، وهبتدي ان انا اوزعه بالسبونجه لان هو بالايد صعب صراحه ان انت توزعيه بالايد. هوزعه وارجع. بصوا ده الفينش بتاعه، تحسوا ان هو طبيعي اكتر ومش حاسه ان انا حاطه طبقات كتير فوق وشي، لان انا برضو الفاونديشن ساعات بيبقى مش احسن حاجه يعني، فده برضو مش هيقول لا وهيقضي الغرض للمناسبه يعني. بصوا وزعته كله. اسهل ان انا اعمل كده بدي، انما لو بايديا بيبقى الموضوع بقى صعب حبتين تلاته. بس كده، وتعالوا للخطوه اللي بعد كده. ولاني ما بحبش الغلبه كتير في الميك اب، فانا هختار لون واحد واوزعه على كامل الجسم واحط شويه جليتر ويبقى كده خلاص رسمه العين. مش عايزه تفاصيل كتيره، الدنيا حر، فهختار اي باليت عندك هتختاري منها لون مثلا زي كده. طبعا دي مايت سينما، تحفه جدا وما اثرتش معايا ولا مره في حاجه. وهبتدي على كامل العين، ابتدي اوزع بالفرشه زي كده اهو. بحب اللون البني ده جدا بيخلي شكلي حلو بصراحه. وهوزعه على كامل العين. صعب جدا الواحد ان هو يشتغل ميك اب في الكاميرا بتاعت التليفون. بحب ابص في المرايه اكتر، ولكن يلا مش خساره فيكم. هبتدي ادمج على قد ما اقدر علشان يبقى في الغامق هنا تحت ويبتدي يطلع على فاتح تدريجات، يعني من لون واحد. بصوا وزعت اللون ازاي، مش عارفه هو باين وواضح عندكم ولا لا. وبشتغل بسرعه لان انا خايفه النور اصلا قاطع، وخايفه الشمس تروح اكتر من كده، فاهمين قصدي؟ وهاخد بالفرشه برضو نفس الفرشه والله، ولو ان عندي فرشه تانية بس نفس الفرشه لا. وهحط في الجفن اللي تحت. على فكره الميك اب كل ما يكون بسيط كل ما يكون حلو، وانا عامه مش بليق في الميك اب التقيل. بحس اكتر ان انا حلوه في الميك اب اللي هو الخفيف ده، بيبين جمال الوش اكتر من الميك اب اللي فيه رسمات واغوام وبتاع. ده معايا انا بالنسبه لي يعني، فممكن احطه في يوم من الايام، ولكن بحس ان الالوان الهاديه بتليق عليا اكتر. هنيجي للخطوه اللي بعد كده، ان انا هرسم حواجبي بقلم ان عادي برضه. رسمت حواجبي زي ما انتم شايفين، بس الضوء عاكس فيها فمش بيبينها احسن حاجه. وهاجي للخطوه اللي بعد كده اللي هو خطوه المسكره، ان انا احط طبقه واحده مسكره. انا هركب رموش النهارده فمش هكتر من المسكره، هحط طبقه واحده. طبعا دي مسكره سيبال اللي انا كلمتكم عنها قبل كده. في ناس قالوا ان هي بتقطع الرموش، والناس قالوا ان هي بتهبب والكلام ده. انا جايه من موقع هذا اقول لكم ان هي ولا بتقطع الرموش ولا بتهبب، لسبب بسيط، ان دي الاوريجينال. اللي انتوا بتجيبوها التانية بتبقى كوبي فبتبقى اي كلام يعني. طبعا مش دي سيبال اصلا 3 دي، فاهمين قصدي؟ الفرشه بتاعت سيبال بتبقى الشكل ده، انا مش عارفه، عايزه اوضحها لكم. بتبقى عامله زي ايه؟ عريضه من فوق وعريضه من تحت وفي النص رفيعه، فاهمين؟ انما التانية بيبقى فرشه تانية مختلفه عن دي خالص اللي هي الكوبي.
وبتباع ب 100 جنيه وبتاع. وواحده كانت بتتكلم حتى على ابلكيشن تاني كانت بتقول لك دي ب 100 جنيه، وانا اتفاجئت لما شفتها وبصوا الجمال وبصوا الحلاوه. دخلت كتبت لها، ولا ان مش بعيد ان انا ادخل اعلق لحد يعني، بسيب كل واحد عايز يقول يقول. قلت لها حبيبه قلبي دي مش اوريجينال، دي كوبي، لان الاوريجينال طبعا مش بالرقم ده، ب 200 حاجه و60 دلوقتي. يعني كنت اخر مره جايباها دي ب 200 حاجه و40. فالاوريجينال مش ب 100 جنيه خالص، ولا الفرشه بتاعتها بتبقى غير الفرشه دي. اول ما تلاقي ان الماسكارا سيبال فرشه اللي هي 3 دي مختلفه عن الفرشه دي، اعرفي كده ان هي مش دي الاصلي اطلاقا. بس انا حطيت طبقه واحده من الماسكارا، هنشوف بقى موال الرموش ده لما الماسكارا تنشف. طبعا انا قعدت ادور في الضلمه على البلاشر مش لاقياه حرفيا، فانا ما بقفش على حاجه، ما بقفش على محطات، فحطيت نقطتين من هنا ونقطتين من هنا من الروج بتاع شي ان ده ممتاز يا بنات. وخدت كده بالفرشه، والباقي اللي في الفرشه حطيت بيه على القوره عشان اضيق مساحه القوره طبعا اللي قد كده، وهحط منه على شفايفي برضو. الدرجه حلوه وهتليق. بصوا درجه اللون ده حلو قوي. ادخلوا اتفرجوا على الفيديو اللي فيه درجات الروج بتاع شي ان، 6 درجات احلى من بعض بجد، وملمسه على الشفايف منتج جمالي حلو. ده هو ده اللي انا هعتمده، ويلا بينا نكمل بقيه الفيديو. بصوا يا بنات، كنت حابه اكلمكم عن البرفيوم ده، اسمه دون. رهيب رهيب يا بنات، تحسوا ان زي الصابون، ريحه صابونه دوف بالظبط، ولكن مركزه في بتاع زي كده. رهيب رهيب رهيب. لو حطيتي منه تحسي ان انت ماشيه كده نظافه، ريحه النظافه. فكانت قدامي قلت ايه اقول لكم عليه. دي الرموش اللي انا هركبها وارجع. قبل ما النور الشمس تروح، انا عملت ايه؟ عملت ماسكارا تحت عيني ولون بني خفيف كده، وعايز يتدمج اكتر، ولكن طبعا خايفه الشمس تروح، فانا هظبط مع نفسي. ده يعتبر الفاينل لوك. المفروض ان انا كنت هحط حاجه بتلمع كده، مش عارفه الاقيه ولا لا، ثواني. بتاع الشيمر ده فظيع جدا. هحط منه حاجه بسيطه خالص فوق العين. بصوا كنت اتمنى يبقى فيه نور وكده عشان اظبط اكتر، ولكن يعني الواقع بيقول غير كده. فنستحمل بعض في التليط اللي انا بليطه ده. وهحط في عند هنا، عند الحته اللي قدام دي. ولكن خلينا ننقذ الموقف ونروح نلبس، عشان النور اكيد الشمس اكيد هتغيب ومش هنعرف نصور، وعلى بال ما النور يجي هنزل على طول. ده كان الفاينل لوك، وهروح البس وارجع لكم. بصوا ده الشوز اللي انا هلبسه، كنت جايباه من شي ان مع الجامب سوت ده من الوكاله. قد ايه مريح وشيك قوي في اللبس. بس وانا بلبس راح الزرار ده وقع، ففي زرار في الجنب هنا هاخده وهركبه، بس برضو زي ما انا قلت لكم بنجز وقت علشان الشمس قربت تروح. هلبس الشوز وراها. بصوا انا مش عارفه الهيلز باينه ولا لا، وده هيكون تقريبا الفاينل لوك. وهشوف الشنطه صغيره او كلاتش صغير، بس يعني النور يجي كده ولا حاجه. طبعا دي انا حاسه انها ملهاش 3 لازمه، فانا مع الوقت هشيلها وهركب حاجات هنا، فاهمين قصدي؟ وطبعا الزرار ده هروح اركبه دلوقتي، بس مفيش وقت. ايه رايكم؟ حلو الجامب سوت ده، وكان ثمنه 70 جنيه، وهيقضي الغرض. وكل وقت بحب اغير، يعني انا هشيل ده واحط حاجات كده مشغوله من هنا هجيبها من المنشيه، او هغير من شكله كل مره. بس طبعا انا عماله اجري حوالين نفسي قبل الشمس ما تروح. هظبط الطرحه اكتر من كده، لان الطرحه كده مش نافعه. بس كده ده كان فيديو النهارده، وده اللي انا هلبسه في كتب الكتاب. لو الفيديو عجبكم والفكره عجبتكم ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب لو اول مره تشوفوني، وما تنسوش تفعلوا رمز الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه. بحبكم قد الدنيا بحالها. باي باي.